ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الفطير الفلاحي المشلتت القمر دوت طبعا شكله يعني يفتح النفس، والله يا جماعة تحفة وسهل جدا وبسيط. طبعا وصفة امي ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي، بجد فطير مشلتت فلاحي اصلي على اصوله كده، والله يا جماعة امي اللي علمتهولي بصراحة. يعني بصوا الفيديو، بصوا ايه يعني عاملة كل التريكات وكل التفاصيل عشان يطلع معاكي من اول مره تكوني محترفه فيه. حتى لو اول مره تقفي تعملي فطير هتعمليه وهيطلع معاكي باحترافيه، وهتعمليه وهيطلع معاكي حلو جدا جدا. حتى اللي هيدوق من ايدك يقولك ايه ده انت عملتيه قبل كده، شكلك وبتضحكي علينا. بجد فطير مشلتت مش قادره اقول لكم يا جماعه، والله طعمه حلو قوي. لازم بجد تتابعوا الفيديو للاخر لان كل تفسير صغير هقوله مهم قوي ليكم عشان طبعا تعملوا الفطير. واي تفسير صغير هقوله اهتموا بيه جدا وبعناية، لانه فعلا لو عملتوا كل تفصيل انا قلت عليه الفطير مشلتت هيطلع معاكي تحفه تحفه تحفه. حتى لو انت بنوته صغيره او عروسه جديده اعمليه وما تخافيش، انتوا طبعا عارفيني بما يرضي الله كده، حاجه هتحاسب فيها عند ربنا سبحانه وتعالى. اعمليه واتكلي على الله، والله هتاكلي احلى فطير في الدنيا. طبعا ده كده 2 كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق طبعا انت بتحبيه، ده دقيق متعدد الاستخدامات زي ما انتوا شايفين. طبعا انا نقصت منه مج ليه؟ عشان ده لايه؟ للفرد زي ما انت شايفه. حابه دي الفرد يبقى من بره اللي انت حباه، بس انا انا قلت عادي يعني انقصه من هنا وخلاص. انا كان موجود عندي بس برضو استخدمت برضو نص كوبايه كمان من بره لان الكوبايه ما كفتش. طبعا على كل كيلو فطير عليه 4 معالق سكر كبار. طبعا هو الفطير الفلاحي بيحطوا على كل كيلو دقيق معلقه سكر واحده، بس انا عندي العيال بيحبوا الفطير يبقى مسكر شويه، فعشان كده حطيت ايه، عايزينه يبقى زي اللي بيجيبوه من الافران يبقى طعمه مسكر. فعشان كده لو انت حباه زي ما بتدوقي من الفلاحين خلاص حطي على كل كيلو دقيق معلقه من السكر واحده. ممكن طبعا تعملي كيلو دقيق واحد بس. وطبعا على ال2 كيلو حطيت معلقه صغيره ملح، يبقى على الكيلو الدقيق نص معلقه ملح صغيره. زي ما انت شايفه مقادير بسيطه خالص. عجينه الفطير دي يا جماعه يعني اسهل ما يكون. عجينه الفطير بجد سهله وبسيطه خالص. طبعا انا نزلت كده بمجين من الحنفيه، كده مجين من الميه، اعجني الميه من الحنفيه عادي خالص. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت باول مجين على طول عشان طبعا كميه الدقيق كبيره. انا عارفه لو انا نزلت بيهم العجينه هي مش هتبوظ مني. وكده لميت شويه وعجنت، وبعد كده هنزل برضو بالكوبايه التانية زي ما انتم شايفين كلها برضو. كده نزلت ب3 كوبايات وعجين كده. طبعا العجينه اهم حاجه تعجني بايديكي، لان طبعا العجينه بالايد طبعا بتحسي بيها وبتحسي بملمسها وبتحسي امتى خلاص انت مش محتاجه ميه تاني. زي ما انت شايفه طبعا لسه في دقيق طبعا كتير في الطبق، معنى كده لسه محتاجين ميه. كده دي الكوبايه الرابعه يا جماعه. زي ما انتم شايفين طبعا انا بعجن طبعا بالطبق على طول، بجيب ميه في طبق وبعجن، بس انا حبيت عشان البنات الصغيرين اقول لهم على مقدار الميه. زي ما انتم شايفين طبعا اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه عشان طبعا يوصل لكم كل جديد مني طبعا. زي ما انتوا شايفين طبعا هتلمي كده وتعجني، هتلمي وتعجني. نزلت كده باربع مجات من الميه، ميه من حنفيه عادي خالص. زي ما انتوا شايفين طبعا لسه في دقيق برضو، يبقى احنا كده محتاجين ميه تاني. دي اخر كوبايه خلاص هنستخدمها، مش هنحتاج بقى ميه تاني. بس برضو بقولك مقدار ميه، بس برضو خليكي برضو حريصه ما تحطيش الكوبايه دي زي تحطي مثلا 5 كوبايات وتقولي ما مطبخ اي حاطط 5 كوبايات. لا، دي عن دي بيفرق. في انواع كتير دي بتاخد اقل، وفي انواع دي بتاخد ازيد. ممكن في دي ياخد 3.5 ميه، في انواع تاخد 4.5 ميه، في انواع تاخد 5، في انواع تاخد 5.5، على حسب كل نوع دي معاكي. فخلي بالك العجينه خداعه، ما تخدعكيش وتقولي ده محتاجه بقى ميه كتير وهنزل بقى بكميه الميه وفجاه تلاقيها فكت منك وتحتاجي تزودي دي. طبعا لو فكت وحصل يعني وعادي مفيش اي مشكله، زودي معلقتين بمعلقتين لحد ما العجينه تظبط معاكي. زي ما انت شايفه طبعا الكوبايه الخامسه انا منزلتش بيها مره واحده، لان طبعا زي ما قلت لكم العجينه خداعه. في المرحله دي بنزل ببق كام من الميه. ده طبعا مهم جدا عشان انا مش عارفه العجينه يعني هتحتاج ميه قد ايه في المرحله دي. فانا بنزل ببق. طبعا هي اخدت الكوبايه الخامسه كلها، بس برضو الاحتياط واجب. انا كنت بنزل ببق طبعا كده خلاص. هي كده مش محتاجه ميه تاني خلاص. هي العجينه طبعا ولا هي يابسه عامله زي الطوبه اللي انت بتعجني فيها وبتحاربي معاها وهي جامده قوي، طبعا اكيد فاهمين قصدي. ولا هي يعني طريه قوي ملزقه جامد جدا ومش عارفه تتحكمي فيها. لا، هي عجينه مظبوطه، ولا هي يابسه ولا هي ملزقه جامد. طبعا انا اغسل ايديا وارجع لكم واسيبها ترتاح 5 دقايق. بعد ما ترتاح 5 دقايق كانك والله لما بتسيبيها ترتاح 5 دقايق والله كانك عجنتيها 5 دقايق بصراحه. جربيها التجربه دي عن تجربه بجد حلوه وبجد ريحتني قوي.
الناس كان ايديهم بتوجعهم من العجن، بجد جميله قوي. انا ريحت ايدي 5 دقايق وغسلتها ورجعت لها تاني، والله يا جماعه 3 دقايق بالظبط كانت العجينه اتعجنت معايا واتخدمت وبقت جميله جدا جدا. بجد انا يعني اتصدمت من الجمال دوت، بجد ايه ده. يعني ما تعبتش، كنت الاول عشان ما اريحهاش بقى وافضل اعجن ممكن افضل اعجن فيها بالايه بالخمس ست سبع دقايق عبال ما ايه ما اظبطها واخدمها. المره دي الصراحه ما تعبتش فيها، بس انا فصلت الفيديو بس دقيقتين عشان ما تبقاش المده طويله عليكم وتزهقوا، ورجعت لكم تاني قعدت اخدم فيها شويه. طبعا زي ما انتم شايفين العجينه ملزقه بسيط، ولا هي يابسه ولا هي ملزقه جامد قوي، عجينه مظبوطه. زي ما انتم بقى شايفين كده. مسكت كوبايه الدقيق فضيتها في طبق عشان اعرف اشتغل براحتي. طبعا جبت كده اي صينيه كده موجوده عندك، رشيت كده حبه دقيق في قلب الصينيه عشان ايه احط فيها عجينه الفطير بتاعتي. زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه خالص. اهم حاجه هي الفطير سهل وبسيط، وبص انا عاملاه بطريقه سهله جدا، بس ايه اهم حاجه كل تفصيله اقوله في الفيديو اهتمي بيه لانه مهم قوي عشان تعملي الوصفه وتطلع معاكي مظبوطه قوي. واللي ياكل الفطير منك يقولك والله انا ما دقته غير من ايدك حلو. زي ما انت شايفه. طبعا همسك العجينه هقسمها على 4. طبعا انا عندي الصينيه اللي انا هفرد فيها الفطيره كبيره. لو انت عندك الصينيه زي بتاعه المحلات اللي بره بقى، هي الصينيه الصغيره اللي بيعملوا فيها البيتزا اللي هي الصغيره، يبقى هتقسمي العجينه على 8. لو هتعملي كيلو يبقى تقسميها على 4. ولو عندك صينيه كبيره زي اللي عندي يبقى تقسميها على 2 لو عامله كيلو دقيق بس. زي ما انت شايفه. طبعا لقيت العجينتين الاولانيين كانوا كبار قوي والعجينتين التانيين كانوا صغيرين، فطبعا اخدت المليان يصب على الفاضي، فخدت كده حتتين، حته من هنا حطيتها لدي وحته من هنا حطيتها لدي عشان يبقى ايه. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اخلي الاربع عجينات يكونوا بحجم بعض بالظبط زي ما انتوا شايفين على قد ما قدرت يعني بنظر عينيكي كده. طبعا ايه بمسك العجينه بقى ايه بسويها، بمسك كده اتني لتحت وادخل، اتني لتحت وادخل، واخلي الناحيه المتساويه من تحت والناحيه اللي فيها التقفيله من تحت، قصدي الناحيه المتساويه من فوق سوري، وايه الناحيه المتساويه من تحت. طبعا سهل الفطير خالص وبسيط خالص، يعني اسهل ما يكون. ده فطير فلاحي اصلي زي ما انتوا شايفين. عايزه تعملي الفطير ويطلع فلاحي، هو ده يا جماعه فطير فلاحي على اصوله، جايبه لكم من البلد زي ما انتوا شايفين. بصي بتلمي وبتدخلي من تحت، تلمي وتدخلي من تحت. طبعا ايه عملت الاربعه قدامكم عشان ايه اللي فاتوا حاجه يرجعها معانا. تلمي وتدخلي لتحت وتخلي اللم ده من تحت والايه العجينه الملسه من فوق. طبعا اهم حاجه يكون في دي عشان العجينه ما تلزقش معاكي زي ما انت شايفه. وكان لازم نرش برضو ايه دي على وش العجينه زي ما انت شايفه عشان تعملي فطير فلاحي. هو ده الطريقه الصحيحه والله يا جماعه. انتوا عارفيني ما يرضي الله الحاجه يعني انا بقالي سنين معتمده الفطير الصراحه، معتمده الطريقه دي. طبعا انا غطيت العجينه كده لمده نص ساعه، لازم تريحها نص ساعه عشان ما تيجي تفرديها لان العجينه بتبقى متعصبه. لو فردتيها في ساعتها مش هتتفرد معاكي. نص ساعه وبعد كده اشتغلي فيها. طبعا بعد ما العجينه ارتاحت نص ساعه قمت جبت بقى السمنه وعبرتها. قمت كده جبت السمنه، اي نوع سمنه انت حباه او زبده، اي نوع سمنه انت بتفضليه استخدمي. زبده بقى السمنه اللي انت حباه اعملي بالفطير مش هيقولك لا. انا كان عندي سمنه روابي بس انا بصراحه بحب السمنه الجنه بس مش هتقول لا. طبعا كبست مجين يا جماعه، كبستهم كبس مش طبيعي، كبستهم جامد قوي عشان يدوني نص كيلو. طبعا هو الكيلو الفطير بياخد ربع كيلو سمنه، الاتنين كيلو بياخدوا نص كيلو. بس انا كان عندي فعبرت من الصفيحه اللي عندي. بس انا احتجت كملت احتجت نص كوبايه سمنه كمان سيحتها. طبعا بعد ما بتعبري السمنه بتسيحيها عشان تشتغلي بيها زي ما انت شايفه. لازم طبعا ضروري انك انت تسيحي السمنه. طبعا تجيبي صينيه او تفردي على الرخام المكان اللي انت تحبيه، بس انا برتاح كده اكتر. فزي ما انتوا شايفين رشيت كده ايه دي من تحت كويس جدا جدا، وفردت برضو ورشيت دي من فوق. طبعا هتقولي لي بتفردي الفطير بالدقيق، اقولك والله يا جماعه انا جربته فرد بالزيت والله ما عجبنيش بصراحه، كانش حلو. يعني طعمه زي بتاع المحلات، مش فطير فلاحي. حاسه انا باكل فطير من بتاع المحلات بصراحه يعني. اما ده انت بتاكلي فطير فلاحي، لو انت بالناس اللي بتحب الفطير الفلاحي فالفيديو ده ليكم، وبجد هيعجبكم قوي الفطير ده، وبجد جربوه انتوا يعني. بصي بجد بتفرد بالدقيق، بجد بيديكي نفس الطعم بتاع الفلاحين بالظبط زي ما انت شايفه. طبعا ايه بتفردي طبعا ببطاطا او بنشابه الحاجه اللي بتريحك زي ما انت شايفه. بتفردي بقى كده ايه بشكل دائري، بتفردي من كل الجهات، من كل الجهات، ما تخليش جهه ما تفرديش منها عشان يديكي الشكل المدور، عشان يديكي الشكل المدور. طبعا بعديها بترفعي العجينه على ايديكي كده عشان طبعا الدقيق طبعا خرج من تحتها عشان العجينه ما تلزقش ونديها الامان وتلزق مننا.
من كل الجهات، من كل جهة بتفردي، من كل جهة بتفردي عشان تديكي الشكل الدائري زي ما انت شايفة. بتجيبي من النص للآخر، من النص للآخر، من كل كده الأطرف. عشان ايه؟ وتفردي الأطراف بحيث العجينة تديكي الشكل الدائري اللي انت شايفاه دوت. وبعد كده بعد ما فردنا العجينة كويس جدا زي ما انتوا شايفين، مش ضروري يعني تفرديها ترققيها تقطعيها، مش ضروري خالص، تطلع معاكي برضو حلوة. طبعا انا سيحت السمنة هي اللي انا عبرتها معاكم اهي زي ما انتوا شايفين. اول حاجة حطيت مغرفة كده، ما تحطيش كتير قوي زي ما انت شايفة، بتوزعي كده وبتفردي، احتاجتي بعد كده حطي تاني. بس هي الكمية دي كانت حلوة قوي مناسبة قوي. بتفردي زي ما انت شايفة كده بايديكي، دي اسهل طريقة بجد، بتاخدش يعني دقيقتين بالظبط او اقل من دقيقة كمان. بتكوني فردتي السمنة على الفطيرة، ما بتاخدش وقت خالص. اما لما تفردي بالفرشة هتاخد معاكي مجهود كبير، دي اسهل بكتير، مفيش اسهل من انك تفردي السمنة بايديكي. وبعد كده تطبقي التطبيقة دي، وتقومي جايبة السمنة برضو على شوية على التطبيقة دي. لازم عشان الفطير يطلع معاكي مورق ومظبوط، لازم تعملي نفس الخطوات اللي انا عملتها. برضو هتفردي كده السمنة، تدهنيها بايديكي كده على التطبيقة التانية اللي احنا طبقنا، التطبيقة الاولى قصدي، سوري. وتقومي ايه فردها بايديكي، ما تخليش مكان ما يكونش فيه سمنة. لو في مكان ما فيهوش سمنة حطي فيه سمنة بسيطة كده جدا زي ما انا حطيت. اهم حاجة ما تخليش مكان ما فيهوش سمنة، لازم تخلي النص اللي احنا عملناه كله يبقى عليه سمنة. برضو نجيب النص التاني برضو على النص ده، ونقوم برضو ايه حاطين برضو شوية سمنة مش كتير قوي عشان ما تدلدقش ونهدرها على الفاضي، نحط على قدها. ونقوم دهنين برضو بايدينا زي ما انت شايفة، سهلة وبسيطة خالص. فطير بصوا يعني، ولا بقى ايه اقولك حطي كذا طبقة والكلام ده كله، فريدي وحطي طبقات. بصي هي فردة واحدة بتطبقيها وخلاص، تحطي على السمنة، اسهل ما يكون زي ما انت شايفه. وبعد كده بتجيبي برضو التطبيقه دي بتطبقيها وبتحطي برضو عليها سمنه. ضروري انك تحطي سمنه على كل الطبقات. ليه بقى؟ عشان الفطير ما يطلعش معاكي واحده، ما يطلعش معاكي معجن ومش مورق. عايزه الفطير يطلع معاكي مورق لازم تحطي سمنه على كل الطبقات زي ما انا عملت بالظبط كده. وبرضو على الطبقه دي هتحطي برضو سمنه زي ما انت شايفه، سهل وبسيط خالص. الفطير المشلتت الفلاحي دوت بجد كانت اكله تحفه، بجد لازم تجربوها، مش هتسلوها بعد كده الاكله دي. وبعد كده خلاص بقى احنا كده خلصنا. بتلمي بقى كده زي ما انت شايفه كده، بتلمي ما تخليها ايه الحبه، تلميها تلاقي شكل دائري زي ما انت شايفه كده. بتلمي ده كله لتحت، وبعد كده بتخلي التساوي ده من فوق، وبتحطيها. بتعملي كل الكميه بنفس الطريقه. طبعا انا مش هعملها معاكم كلكم كل الكميه عشان طبعا ايه ما تزهقوش طبعا. انا عملت معاكم واحده بس بحيث ايه تشوفوا الطريقه. طبعا الطريقه كانت بسيطه. وبعد كده سبتها ترتاح لمده كده ساعه وربع او ساعه ونص او ساعه. انا سبتها ترتاح ساعه. زي ما انتم شايفين. طبعا بنتي هي اللي عملت الصغيرين دول، حبت كده قالت لي ما انا حابه اعملهم، فكل كده عجينه كانت تاخد مني حته. طبعا انا سبتها طبعا ترتاح، ضروري ترتاح بعد ما تفرديها. طبعا ده بيفرق معاكي جدا جدا في الفرد، وفي سهوله في الفرد كمان، في بيقب في الفرن بيبقى حلو بصراحه، في سهوله في حاجات كتير قوي. طبعا دي حجم الصينيه اللي انا هفرد فيها. زي ما انتم شايفين طبعا هي صينيه بسبوسه اللي انا بعمل فيها بسبوسه. هي حلوه كبيره الصينيه دي مش صغيره. زي ما انتم شايفين ما بتاخد ايه. عشان كده انا قسمت العجينه على 4. فطبعا ضروري جدا تدهني الصينيه سمنه، انا سيحتها كده، او زبده اللي انت حباه كله يرجع لك. وطبعا بتجيبي كده اول عجينه خالص احنا اشتغلنا فيها، بتقومي ايه فردها بايدك كده في قلب الصينيه من النص، بتدوسي جامد قوي بحيث تخلي من النص، ما تخليش فيه تخن في قلب النص ولا في الجوانب. افردي كله، خلي الفطيره تبقى من كل الجوانب ومن كل النواحي تبقى سوا واحد. حاولي على قد ما تقدري عشان ده هيفرق جدا بعد ما الفطيره تستوي. لما تيجي تاكليها هتلاقي كده ايه الرقات كلها مظبوطه وحلوه زي ما انت شايفه. وبايه بالاطرف كده ايه عشان ما تبقاش تخينه قوي، دوسي كده عليها وظبطيها بايديكي. ظبطي كده الفطيره. طبعا لو انت هتسوي من فوق ومن تحت هتحطي دلوقتي عليها القشطه، تحطي عليها من فوق قشطه كده او سمنه برضو. حابه تدهني عليها قشطه دهني، حابه تحطي عليها سمنه حطي اللي انت حباه. وبرضه هقولك على التسويه زي ما انت شايفه. انا طبعا عشان عندي الفرن بيشتغل من تحت بس ومن فوق بس، فانا ايه هسوي كل التسويه من تحت، ده اسهل لي بكتير جدا. فطبعا انت لو عندك بتسوي من فوق ومن تحت والفرن بيشتغل عندك من فوق ومن تحت، تحطي على الرف التاني الشبكه على الرف التاني في الفرن، وهتولعي الفرن لدرجه 200 من تحت ومن فوق، وهتسيبيها لحد ما تستوي. طبعا انا عشان عندي الفرن بيشتغل من تحت بس ومن فوق تحت، فده بالنسبه ليا ان انا اقلب الفطيره واسوي كله من تحت، فده اسهل بكتير ليا لما اقعد اولع واطفي. زي ما انتم شايفين طبعا بعد ما قلبت كده ايه الفطيره قبت كده. وطبعا ايه ضروري يعني حتى لو ما قبش مفيش مشكله، ارفعي بالمعلقه وشوفي عشان ما تتحرقش منك.
وقلبتها طبعًا ودهنت برضه الصينية سمنة عشان تاخد لون كده حلو وتدّيها طعم إيه كده حلو. برضه إيه سويتها وزي ما أنتم شايفين كده قلبتها لمّا استوت، باسيبها لمدة دقيقتين بالضبط وبعد كده باحطها في كيسة كده واحط إيه الفطير فوق بعضه، بحيث كده يطرى ويبقى حلو، لازم تحطيه في كيسة ما ينفعش تسيبيه كده وتاكليه على طول، بيبقى أول طبقتين مقرمشين. زي ما أنتم شايفين طبعًا جبت برضه سمنة، تعالوا نسوي برضه إيه واحدة مع بعض كمان برضه عشان إيه اللي فاتوا برضه معلومة في تسوية الفطير يرجع يراجعها برضه معانا تاني. زي ما أنتم شايفين دهنت برضه الصينية سخنة ما فيش أي مشكلة، ده بالعكس وهي سخنة بتبقى أسهل بكتير لأنها أنتِ بتفردي بسهولة، بتلاقي العجينة بتتفرد معاكِ بسهولة جدًا، بس أهم حاجة وأنتِ بتفردي امسكي الصينية بإيه، بحتة عشان بتبقى سخنة. طبعًا حتى السمنة لو ماسكة هتلاقيها ساحت معاكِ من سخونة الصينية، زي ما أنتِ شايفة، وبعد كده بتفردي برضه زي ما إحنا فردنا، أهم حاجة تفردي بتساوي وتفردي العجينة ما تخلّيش ناحية تخينة وناحية رقيقة، لأ ضبّطي العجينة على قد ما تقدري ضبّطيها، برضه أهي بنفس التسوية، أهي بُصّوا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر قبّت عشان سِبناها ارتاحت، بُصّوا أهي أخدت لون من تحت، نحط بقى برضه سمنة ونسوي برضه، نرجع نزاحها برضه في قلب الصينية عشان نسوي الناحية التانية. دي للناس اللي زي حالتي كده إيه عندهم الفرن إيه بيشتغل من تحت بس ومن فوق تحت، من فوق بس، فده أسهل طريقة ليكم بجد، جربوها هتعجبكم أوي هتريحكم أوي في تسوية الفطير. زي ما أنتم شايفين طبعًا، دي طريقة سهلة وبسيطة خالص وهتسهل عليك جدًا. طبعًا تقولي لي ما بتحطيش صينيتين ليه وتسوي ما تخلصي نفسِك، بالعكس والله يا جماعة لمّا باحط صينيتين بيقعد كتير جدًا في الآخر الفطير بينشف ومش بيستوي، لمّا باحط صينية واحدة في النُص بتستوي بسرعة. طبعًا أنا حطيته في كيسة كده فوق بعض كل فطيرة كنت باسيبها بس تهدى دقيقتين وبعد كده أحطها في الكيسة فوق بعضه بقى عشان يطرى، وإيه قمت لفيته كده في قلب قماشة كده قماشتين وسِبته لمدة ساعتين في مكان كده دافي. طبعًا ساعتين الفطير كان طري بقى زبدة وسخن مولّع يا جماعة كأنِك لسه عاملاه، لإنِك طول ما أنتِ مغطياه ولافاه هو يفضل سخن، طول ما أنتِ حاطاه في الكيسة ورابطاه مِيَّة، مِيَّة بيفضل سخن جدًا معاكِ وكأنِك لسه عاملاه، بجد جميل العيال كانوا هيتجننوا عليه. الفطير بجد يا جماعة تحفة، بُصّوا زي ما أنتم شايفين طبعًا يعني بيتكلم عن نفسه، مورّق من جوّه وتحفة، ما فيش واحدة لازقة في أختها. طبعًا يعني حتى الفطير لو مقرمش معاكِ ما تقوليش ده بقى هيطلع مش هيطلع مورّق، لأ هيطلع برضه مورّق معاكِ، لإن ما تنسيش إن أنتِ حاطة له سمنة، فطبعًا هيطلع معاكِ مورّق. زي ما أنتم شايفين طبعًا الفطير بجد بسم الله ما شاء الله مورّق بطريقة مش طبيعية، وطعمه وريحته قلب البيت والله والشارع يا جماعة. طبعًا إيه عملنا جنبه كده عسل وجبنة بالطماطم بتبقى حلوة أوي.